التخطيط واتخاذ القرارات الصائبة هي عملية هامة في الحياة الشخصية والمهنية. إليك بعض الخطوات التي يمكن أن تساعدك على تحقيق ذلك. 1. تعرف على الهدف. ابدأ بتحديد الهدف الذي ترغب في تحقيقه من خلال هذا القرار. يجب أن يكون الهدف واضحا ومحددا قدر الإمكان. 2. جمع المعلومات. قبل اتخاذ قرارك حاول جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بالموضوع الذي تتخذ فيه القرار. قم بالبحث والاطلاع على الحقائق والأرقام واستشر الخبراء إن لزم الأمر. 3. تحليل البدائل. بعد جمع المعلومات قم بتحليل للخيارات المتاحة. قم بتقييم الفوائد والمخاطر المحتملة لكل بديل. 4. قيم النتائج المحتملة. اعتبر تأثيرات القرار المحتملة على المدى القصير والمدى الطويل. هل سيكون للقرار آثار إيجابية على المستقبل أم سلبية؟ 5. استشر الآخرين. قد يكون من الجيد أن تستشير أفرادا آخرين قبل اتخاذ القرار النهائي. قد يمتلكون رؤى مختلفة قد تفيدك في رؤية الأمور من زوايا مختلفة. 6. اتخذوا القرار. بعد التحليل والتفكير اتخذوا قرارا واحدا يعتبر الأفضل من وجهة نظرك. 7. اتخاذ القرار والعمل. بمجرد اتخاذ القرار ابدأ في تنفيذه بثقة وتصميم. قد يتطلب الأمر تحمل بعض المخاطر والتحديات، لكن يجب أن تكون على يقين من أن القرار المتخذ كان مدروسا ويمثل مصلحتك العامة. 8. مراقبة النتائج. بعد تنفيذ القرار قم بمراقبة النتائج وتقييم كيف تأثرت حياتك أو عملك بالقرار الذي اتخذته. تحققت النتائج المتوقعة؟ هل هناك أمور يمكن تحسينها في المستقبل؟ تذكر أن اتخاذ قرارات صائبة يحتاج إلى تدريب وتجارب. قد تقع أحيانا في أخطاء، ولكن من المهم أن تتعلم من تلك الأخطاء وتعمل على تحسين قدرتك على اتخاذ القرارات في المستقبل.